السلام عليكم أخواتي، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله طريقة تحضير القراش المغربيين أو القرص اللي كيجوا هشاش منفوخين مقطنين وأهم شيء صحيين، لأننا غنديرهم بمزيج من القمح والدقيق الأبيض. نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. اول شيء غادي نبداو بمعلقه كبيره ديال خميره الخبز اللي غنزيدو عليها معلقه صغيره ديال السكر سنيده وشويه ديال الحليب دافي اللي غنخلطوهم مع بعض مزيان ونخليهم على جنب يتفاعلوا. وندوزو مباشره للعجينه اللي غنحتاجو ليها بيضه، 2 معالق كبار ديال النافع، 2 معالق كبار ديال السمسم او الزنجلان، 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه مطحونه، شويه ديال الملح، نص كاس عنبه زيت الزيتون، 3 معالق كبار ديال الزبده بحراره المطبخ، 2 معالق كبار ونص ديال المزهر، 4 حتى ل5 معالق كبار ديال السكر سنيده، كيس خميره الحلوى ديال 7 غرام، ربع لتر حليب. وغادي نخلطوا هاد المكونات مزيان. وهنا بديت كنزيد في الدقيق شويه بشويه، اكيد الدقيق اللي خاصو يكون مغربل من قبل. بديت بجوج ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الاسمر، عاد فاش بديت كنزيد شويه في بشويه في الدقيق الابيض. غير باش نعطيكم العبار بالميزان، العجينه هذه كلها احتاجيت ليها 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الاسمر في 3 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض. انا غير حاولت ما امكن نختصر الفيديو باش ما يجينيش طويل بزاف، واكيد نتوما ما غاديش تحطوها كلها في دقه واحده، كتبقاو تزيدوا شويه بشويه حتى احتمال تنقص معاكم هذه الكميه ديال الدقيق، احتمال تزيد معاكم، كيبقى على حساب هذاك الدقيق واش كيشرب ولا لا. المهم في النهايه كنتحصلوا على واحد العجينه اللي تكون ما هياش خفيفه وما هياش ثقيله، وكيف ما قلت لكم ضروري تكون مدلوكه مزيان باش ما تجيناش هذيك القرص مدقس. واكيد ما نساوش اضافه الخليط ديال الخميره البنات. غادي نغطيو وغادي نخليها تطلع واحد 45 دقيقه. وهذه العجينه ديالنا من بعد ما خليتها ارتاحت 45 دقيقه، هانتوما كما تشوفوا راها طلعات. غادي نقرصها وغنخليها تختمر لمده ثانيه من تتراوح من 20 حتى 30 دقيقه. وغادي نديرهم صفار بيضه مع الحليب، وغادي نرشهم شويه ديال الزنجلان وندخلهم في الفران سخون يطيبوا. وهادو هما القريصات ديالنا من بعد ما طابوا، راه كيجيو هشاش منفوخين كما تشوفوا، مقطنين واهم شيء صحيين. غير جربوهم البنات راه غادي يولوا عندكم ادمان. وبهذا غادي نكون وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تعجبكم، ونشوفكم في فيديو تاني باذن الله.